رد فعل جنوني وهستيري من عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الألمونيوم في آخر الدقائق بلس 90. الأهلي ماله يا جماعة؟ طالع ياكل نازل ياكل، عامل زي القطر بالظبط محدش قادر عليه، ويسخر من نادي الزمالك ويوجه رسالة حادة جدا لعبد الله السعيد. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد انتهاء مباراة النادي الأهلي والألمونيوم، والنادي الأهلي عاد في الدقائق الأخيرة بهدف قاتل للعالمي محمد هاني، ليخرج بعدها على الخط مباشرة عمرو أديب يتغنى بالنادي الأهلي قائلا: أقسم بالله النادي الأهلي ده عامل زي القطر يا جماعة، طالع ياكل نازل ياكل. هو أنت عايز مننا إيه يا أهلي؟ يا جماعة حد في الكنترول يصحح لي ويقول لي هو ده الفوز رقم كام للنادي الأهلي؟ الفريق لا يكل ولا يمل عن الفوز بالبطولات، مباريات دوري الأبطال، كأس مصر، الدوري العام، وفي آخر المباريات في الدوري العام استطاع هزيمة بيراميدز بقضية جديدة أيضا من أفشة. أقسم بالله شيء لا يصدق. يا له من فريق كبير، يا له من فريق عالمي، إن كان في أسوأ الظروف يستطيع أيضا الفوز وبكل سهولة. يعني جمهور النادي الأهلي لو بقى دقيقة واحدة بيبقى متوقع ان لازم الفريق بتاعه يفوز، ومفيش حاجة بعيدة ابدا عليه. طول ما اللعيبة دي بتلعب بجد بتلعب علشان جمهور نادي الاهلي، وايضا قميص النادي الاهلي طبعا الحاضر والماضي والمستقبل كله في النادي الاهلي. اظن كده اتعشت قوي. فاز بدوري الابطال، فاز بكاس مصر القديم، اكيد هيفوز بالدوري العام، وكمان هيفوز اكيد بالكأس مصر. فوز وموسم عالمي للنادي الاهلي. طبعا كلنا دلوقتي كمان بنبص على بيراميدز وبنشجع بيراميدز علشان تفوز على الاهلي، بس برضو للأسف ما فازتش عليه ولا هتقدر تفوز عليه. كمان أسامة أبو علي ضيع فعلا ركلة جزاء وبكل براعة، ولكن الفريق البطل وقفوا وسندوه خلوه يقف تاني. الأهلي عارف من أين يؤكل الكتف وإزاي يصعد بتسديدة عالمية 100% من محمد هاني. لعيب كبير، حرام يقعد على الدكة، المفروض يلعب أساسي مش ينزل 5 دقايق في الشوط واحد، لا، ويعمل اللي عليه، وكمان إن هو يخليكم تفوزوا النهاردة على الألمونيوم اللي أعتقد كانت المباراة صعبة، وده بسبب ضغط المباريات. يا جماعة الأهلي بيلعب كل يومين أو كل 3 أيام، مفيش راحة تماما. وسخر من نادي الزمالك وقال أقل الفرق ومن الدرجات التانية والتالتة وبتلعب قصاد الأهلي ومحدش بينسحب. شطار بس تروحوا تتعاقدونا مع واحد خلاص كبر وعجز زي عبد الله السعيد، ما عدناش عارفين أساسا هو قادر يشوط الكورة ولا لأ. ما تبصوا على صفقات النادي الأهلي واللي بيعمله. والواد الأخير اللي لسه جايبينه ده اللي مش فاكر اسمه ايه، يوسف ده، طالع لنا في البخت كمان وبقولك هيبقى صخرة كبيرة. هنعمل ايه تاني مع الأهلي؟ ومع كل يوم ما بنسمعش حاجة غير الأهلي فاز، الله أعلم المرة الكام على